che aumenta con forze dell'ordine impegnate in prima linea. Abbiamo visto in queste ore carabinieri e polizia transitare in questa zona appunto per fare controlli, e ovviamente ci sono le basi aeree che sono blindate. Facciamo ascoltare un servizio di Angela Capolletto proprio sulle basi di Sigonella, Diano e le altre, poi la linea per voi. Le 11 basi militari concentrano 11 milioni dislocati sul nostro territorio. Il sito più importante è quello di Sigonella in Sicilia, usato per il rifornimento di aerei in transito verso il Medio Oriente e l'Oceano Indiano, ha centrato squadroni da ricognizione, mezzi di rifornimento aereo, pattugliamento navale per il Mediterraneo e un grande numero di sistemi di sorveglianza. A nord la base più strategica è quella di Milano, utilizzata dall'aeronautica statunitense ma fondamentale anche per le operazioni NATO. Il sito italiano ospita velivoli da combattimento, da trasporti di sorveglianza, oltre a personale controllo americani. Negli ultimi giorni il traffico di aerei statunitensi si è intensificato. Sul velivolo della flotta d'oltreoceano ha sottolineato il rischio del dietro nella base NATO, di Napoli c'è una la sesta flotta che opera in mare, prende turno anche dell'Oriente svolgendo missioni di sicurezza e cooperazione. Altre basi si trovano in Liguria, Veneto, Toscana e Lombardia. جاهزين؟ L'allerta è così si il massimo con كله كده تمام؟ sensibili lasciato di Stati Uniti. Innalzati infine l'attenzione anche Io prendo un che caldo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم جميعا. بنرحب بكم على قناة الفهد الساطع واحد عين الهدف. في اول فيديو او تاني فيديو عليه، لا تاني فيديو، لان كان اول فيديو لما كنت بعلن عن القناة لما القديمة طارت وعملت واحدة جديدة، فكنت عملت اول فيديو عليها اللي هو اعلان دعائي للقناة يعني. ده تاني فيديو عليه، بس هو هيبقى اول فيديو موضوعي عليه، يعني اللي هو حاجة يعني اتكلم في موضوع كده سريع يعني بدون تحضيرات او ورق او كده. الاول صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتمنى ان القناة تعجبكم وان البثات اللي انا بعملها عليها تعجبكم. بمناسبة البثات، صحيح سامحوني لو صوتي انا في البث دردشة رقم 8 بتاع مصر كبيرة ديت، لو صوتي فيها طلع واطي قوي، مش واطي شتيمة، لا واطي اللي هو يعني مش مسموع كويس يعني. هو بالتالي كان خطأ تقني في اعدادات المايك ولا حاجة، انما الصوت معلومة قيمة اللي كان في المداخلة ده اللي كان واضح كله الحمد لله. يكفي بس المداخلة بتاعته اللي كانت يعني ايه واكلة البث كله ما شاء الله يعني. تمام، فنرجع لموضوعنا. انا بصبح عليكم وهقول لكم فكرة الفيديوهات ديت ايه، نفس اللي انا بعمله على شبكة وعي بالظبط، اللي هو لما بلاقي نفسي فاضي وعايز اتكلم في حاجة او ارد على حاجة او على حد من غير تحضيرات او ورق او مواعيد مسبقة او مواعيد ثابتة يعني في الايام، بقوم ايه عامل فيديو سريع كده
ارد يعني، اتكلم وارد يعني، اتكلم في موضوع او ارد على حاجه، ويعتبر برضو ايه يبقى سكريبت صوتي برضو، اللي هو لو انا عاوزت بس اكتب موضوع عن حاجه ولقيت ان الموضوع اللي انا هكتبه شبه حاجه انا قلتها في الفيديوهات دي، هستعين بالفيديوهات واكتب يعني. تمام. فاظن كلامي كان واضح في البث لما كنت بقول ان مصر كبيره على كل خاين، كنت اعني كل كلمه قلتها ساعتها، وكلام معلومه يعني جاب برضو من الاخر. وما زلت اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، ما زلت مستقر على كلامي او ثابت على كلامي. ما زلت ثابت على كلامي وان مصر واجعه الخونه كلهم في الداخل وفي الخارج، داخليا وخارجيا يعني. بدليل ان هم اي حاجه بتضر مصر بيجروا وراها، زي يعني بيجروا وراها بالمشوار يعني. حتى لو مش هيكسبوا من وراها فلوس، يكفي بس ان هم بيفرحوا في اي مصيبه تحصل لمصر يعني. بعد الشر طبعا لا مصيبه تاخدهم هم واللي مشغلينهم يا رب، او اي خاين يعني يتجنى على مصر او على رئيسها او على جيشها او على قوتها، سواء جيش، شرطة، قضاء، مخابرات، اعلام. رغم ان ممكن يكون في سلبيات، بس يكفي ان الاعلام عندنا بيتناول مواضيع كتير مختلفة. لكن الاعلام الخارج ما بين قوسين اعلام يعني مش مركز غير على حاجة واحدة فقط، الا وهي مصر بس. هتقول لي طب ما هم، لا يا استاذ رامي، ما هم بيتكلموا برضو في اللي بيحصل في ايران وفي اسرائيل. هقول لك ماشي تمام، بس بنسبة كام حلقة، كام فيديو من فيديوهاتهم او من حلقاتهم يا دوب يتعدوا على الصوابع، قليلين كده. انما باقي الكلام كله على مصر. وصلت في الاخر انهم يتهموا الرئيس عبد الفتاح السيسي بموضوع مطار شرم الشيخ والاسرائيليين ده. فانا بقول مصر كبيرة عليكم يا اخوان الشياطين، يا خوارج العصر، يا خوارج العصر. بس انا قلت ايه اطلع كده يعني ما اطولش يعني في الموضوع. الفيديوهات دي مش فارقه المده، حتى لو المده وصلت نص ساعه، بس زي ما قلت يعني مش مهم المده قد ايه، المهم الموضوع نفسه. تمام اوكي. بصبح عليكم تاني. كمننا عندنا في ايطاليا احنا في الصبح يعني، فاستغلت الفرصة وقلت ايه يبقى اول فيديو موضوعي يبقى الصبح بداية اليوم يعني بداية الزبيب او في بداية اليوم. دي قهوة كنت لسه شاربها، قهوة اسبريسو بحاجة فيها تفاؤل كده، حاجة فيها جمال، ورد، فل، ياسمين، اي ريحة جميلة، اي ريحة حلوة. تمام اوكي. بكده اكون خلصت، ومعلش لو سامعين دوشة او حاجة، او لو صوتي طلع مش واضح او بسبب الدوشة، فهو هيكون ما لسه قايلها بسبب الدوشة. هقولها تاني، كنت لسه اقول ده هيبقى بسبب الدوشة، معروفة.
تمام، يلا السلام عليكم، كان معكم رامي كريم، جود باي. ما بيسألش عليا ابدا. ما تخش بالكم.